السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا مختفي بقالي أسبوع. أه والله اتعرض عليا عرض مكتب لسه فاتح جديد إن أنا أمسك المكتب ده، و- واتعرض عليا حاجات كتيرة جدا يعني الحاجات اللي اتعرضت تخلي أي حد، يعني لو هو مصمم إن هو ما يوافقش يفكر، خصوصا إن أنا يعني ما بقاليش مدة طويلة في مجال الإشراف، فاللي اتعرض عليا اضعاف 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 ما انا باخده. بس رفضت، وبعد تفكير يعني كبير ودراسة للموضوع من اوله لاخره ورفضت لسبب واحد. انت ممكن تكون انت انسان ناجح واشتغلت مع ناس برضو ناجحة فنجحت، على عكس ما ان انت تكون انسان ناجح وتشتغل في مكان او تتحط في مكان مش مكانك او اكبر منك في الفترة دي فتفشل. مش عشان انت انسان فاشل او انت مثلا مش عارف تعمل كده، لا، عشان هتبقى الناس اللي انت شغال معاهم مش مساعدينك على النجاح. عارف انا بقول كلام كبير، ولكن هو ده اللي دار في دماغي. يعني انا اتعرض عليا مرتب ثابت، نص دخل المنطقة كلها. يعني المكتب ده مثلا عنده 100 مندوب في المنطقة، 100 مندوب دول مثلا جابوا له كذا، انا ليا النص، يعني يعتبر شريك للمكتب في منطقة المهندسين اللي انا شغال فيه. واتعرض عليا ان قناة اليوتيوب يعني هيمولوني في موضوع اليوتيوب وعروض كتيرة جدا، ولكن انا اول حاجة بعملها بصلي صلاة استخارة، باخد رأي ناس فاهمة وبفكر في الموضوع. والحمد لله اللي استقريت عليه ان انا افضل ماشي بنفس المعدل. انا هوصل للمكانة دي او للحاجة اللي انا عايزها، ولكن الوقت بتاعها لسه ما جاش. واكتر حاجة ممكن تخليك تهد اللي انت بنيته التسرع والاندفاع. انا مكمل زي ما انا شغال مع مكتب العالمية هنا في زون المهندسين، ماشي بريتم كويس، ولكن خلينا ماشيين بنفس الريتم مؤقتا، ودينا شغالين على اليوتيوب على قد ما نقدر. وان شاء الله كل حاجة جاية في وقتها. انا مش هستعجل، وان شاء الله كل حاجة جاية في وقتها. بس فان شاء الله خير، ربنا يكتب لنا الخير في الخطوات اللي جاية. انا دلوقتي في مقر الشركة وماشيين. تخيلوا احنا فين دلوقتي، معانا بطاطا، معانا العجلة على كوبري قصر النيل. احنا دلوقتي سايقين العجلة في شارع التحرير. بص يعني ايه فسحة بأقل التكاليف. بص القعدة في البيت بتخنقني، فدي ميزة العجلة. يعني انا العجلة دي انا اصلا مش محتاجها في الشغل دلوقتي، انا غيرتها اصلا. بص انا مش محتاجها في الشغل، بس خلاص انا اتعودت عليها، بحب اطلع اتمشى بيها بالليل وقت زي ده الصبح بدري، بفك بيها. جرينا لنا بتاع حوالي 10 كيلو بالعجلة، نشطنا الدورة الدموية، حركنا المفاصل بقى. واحد تحس ان خلاص يبس من قلة الحركة، ان انا مش متعود على قلة الحركة، على طول متعود ان انا اتحرك كتير. واحد طلبات بعجلة اهو شقيان، الله يكون في عونه. طبعا على الموضوع اللي انا رفضته في ناس كتير، يعني الناس الفاهمة نصحتني ادرس الموضوع كويس، وفي ناس يعني قالت لي انت ازاي هترفض فرصة زي دي. وانا بشوف مش كل حاجة بتيجي فرصة، ساعات في فخوخ بتيجي على شكل فرص، فالواحد يتحسس طريقه وهو ماشي، يقدر يميز بين الفرصة الحقيقية اللي ما تتعوضش
وبين الفخ، او اللي هيحصل معايا ما يقرب يعني مش خلينا نقول حاجة شبه الاستغلال، انه حد مش يعني فتح مكتب في طلبات هو مش فاهم اي حاجة، ولقى حد هيعتمد عليه في كل حاجة، فهو هيستفيد منك اكتر ما هيديك. يعني هو لو هيديك جنيه فهو هيستفيد منك ب10. يعني خلي الفكرة دي دايما في دماغك. وكان من ضمن الدعم اللي هيتقدم لي تمويل لقناة اليوتيوب، لابتوب وشقة اشتغل منها كان عرض. انا مش مهم عندي الفلوس، انا مش مهم انا هتقدم لي ايه، المهم انا هنجح وهثبت وجودي ونفسي في المكان ده ولا لا. يعني حتى لو ما نجحتش وما ثبتش وجودي وخدت فلوس وعملت فلوس، بالنسبة لي ده مش نجاح، مش هكون راضي عن نفسي ساعتها.